ومرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم عم بلش لكم بالمقدمه لوحدي لانه باسل طلع يجيب لي شويه اغراض لحتى اعمل اليوم كبسه سعوديه. واخيرا قررت اليوم اعمل الكبسه السعوديه. كتير جاي على بالي من اول رمضان وانا جاي على بالي اعمل الكبسه، بس حبيت اني اصور لكم اياها او اصوركم اجواءنا كيف رح تكون اليوم باخر ايام رمضان. وهلا اول شيء عملته انه سلقت الدجاج وبعدين قطعت البصل، وهلا رح بلش بطبخ الكبسه. هلا انا سلقت الدجاج وهلا بدي احط البصل لحتى هيك اقليه شوي، وبعدين بدي اضيف باقي المكونات مثل الفلفله والبندوره، ولسه راح اضيف كمان دبس بندوره. اعملها على الطريقه السعوديه. أخيراً يا جماعة اليوم 25 رمضان، وتقريباً 4 أيام إن شاء الله باقي بهذا الشهر الفضيل، ومنفوت بشهر رمضان المبارك. كل عام وأنتم منفوت بشهر رمضان المبارك مرة تانية، منفوت بعيد الفطر السعيد إن شاء الله. كل عام وأنتم بألف خير، وأعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة إن شاء الله. طبعا اليوم مثل ما شفتوا ببداية الفيديو، اليوم طبختنا مميزة، هي أكلة من المطبخ السعودي. كمان تحية للشعب السعودي ولأهلنا بالسعودية ولأهلنا بالخليج العربي. طبعا من الأكلات المفضلة عندي أنا الكبسة السورية، بس الكبسة السعودية تتفوق والله غرام. الكبسة السعودية وقت اللي جربناها بفيديو رح أحط لكم صورته هلا، روحوا شوفوا او لا تشوفوا، خلاص شوفوا هذا الفيديو. كمان عم نجرب الكبسة السعودية، ما عم نجرب، صرنا بنعرفها. الكبسة السعودية تتفوق والله وبقوة وبشدة، يعني من أطيب الأكلات اللي صار لي من أول رمضان عم بطلبها. الحمد لله اليوم يعني تمت الموافقة، حصلنا على الموافقة. بس كمان باسل له انه انا بعمل كبسه على طريقتي، هي ميكس بين الكبسه السوريه والكبسه السعوديه، كتير طيبه وفيها كتير تشكيله خضار. فاذا حابين يعني اعمل لكم الكبسه اكتبوا لي بالتعليقات لحتى اعمل لكم طريقتي بالكبسه، كمان كتير طيبه. تحضيرات اليوم لبعد الافطار على بكير صايره، بس ليك غرف قلبي اكل قطعه فراولايه، منظرهم بشهي. هي عن جد على فكرة هي بحب اتركهم هيك يا جماعه، يعني مو انه شو اسمه هيك، بحب امسكها هيك وناكلها. هي الفراولة مشهورة هون بهولندا وبلجيكا كتير، في مزارع يعني فيك تروح على المزرعة. على فكرة بترجع على بالي روح على المزرعة وناكل هيك من أحضان الطبيعة. والله كنت أخذتها، فلازم بس مشكلة رمضان الدنيا. هلا لازم تاخذنا على الصيف، يعني صار وقتها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أذن يا جماعة، أذن، ولسه الكبسة عندي مستوى. حتى العنب هون تحس مختلف كتير عن العنب اللي عندنا، صح؟ حبته كتير كبيرة. واخيرا استوت الكبسه بعد نص ساعه من الاذان. طبعا باسل يعني بقي شوي وبيعصب علي، بس قلت يلا يعني بقي شوي وبيعصب علي. انا عمليا عصبت والله، معصب كثير. خلصينا على السريع، بدي لحق كمان روح صلاه تراويح، ما ضل غير كم يوم هيك نتهنى بهي الاجواء والصلوات والايام الحلوه. طبعا يا جماعه انا المره الماضيه الكبسه السعوديه اللي عملتها باللحمه، واليوم عملتها بصدر الدجاج. فانا حاطه صدر دجاج بقلبها، وفي كمان ناس بتعملها بالفخذ. فانا كل مره جربت صراحه كل الطرق، وهالمره حبيت اجربها بصدور الدجاج. اللون والريحه بتشهي باسل. اي والله عن جد.
سلام. واخيرا رح ندوق الكبسه. بس وين كانت تطلعي رون هلا؟ اخر ايام شهر رمضان المبارك. والله اجواء هذا الشهر يعني خياليه. واسهل الصيام بالدنيا يعني. هالرمضان مو معقول شو سهل الصيام وما حسينا فيه صراحه. بس اللي ناقصنا بهذا رمضان انه يكون في هيك اجواء عائليه ويكون معنا عائلتنا وعزايم وقصص. حطيت لك شيء وانا زبطك. لا تخصصينا عند الفطور يعني؟ لك لا يعني عمول. قولي يعني بدك يعني ما افطر؟ قولي بدك تسكري لي نفسي؟ خلاص بلا. الريحه بتشهي. يا الله صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقول احلى من يوم الكبسه. صح ولا لا؟ والله كل يوم نفس ردة فعله. بضل ساعة يعطيني رأيه. والله طيبة كثير والله فنانة. هتصب لك السوري. والله هي الكبسة فنانة. أنا بشكل عام الكبسة السورية بحبها. فلما اجت الكبسة السعودية دخلت على حياتنا طلعت أطيب بمراحل. هيك تركنا الشوربة ما عاد نسأل ندوق كبسة. بس تأخرنا كثير صراحة. هلا في يعني أكثر من نص ساعة للأكل صح؟ فرجعنا لازم هيك ناكل شوي بعدين ننتقل للشوربة مع نطلع كسر. وهلا يا جماعة بعد ما خلصنا أطيب فطور برمضان كله متجهين إن شاء الله على صلاة التراويح أنا والحجة الصغيرة أسيل. طبعا رايحين هي خيانة بدوني وأنا كتير زعلت بس لأنه ما في مسجد هنيك للنساء. هذا المسجد التركي ما في مكان للنساء بس سامحت. فخلونا ننطلق فورا مشان نلحق الصلاة من أولها. حجة قلت لك. وهلا بما انه باسل واسيل راح يوصلوا التراويح انا بهالاثناء راح ضبضب المطبخ. بعد طبعا الفطور بيكون الدنيا قامت وقعدت وكمان راح اجهز عدة السهرة حط لنا قرشات وهي القصص واقعد اقرا قران لبين ما يأذن العشاء لانه لسه في وقت. فرح استغل الوقت بما انه هيك صرت لحالي واقرا قران على رواق. يا جماعة شو أحكي لكم عن رز بحليب اللي عملته. بجنن كتير طيب عن جد. صار لي فترة منيحة ما عملت رز بحليب بس هلا وقت عملته قلت لازم ارجع اعمله دائما لانه كتير يعني هيك أكلة طيبة. ما بعرف اذا في ناس يعني ما بتحبه بس بحس انه هاي الأكلة ما في منها. وهلا بعد ما خلصت الأجواء مثل ما فرجيتكم وخلصت التجهيزات حطيت هيك جهزت فناجيل قهوة كمان بس أكيد رح أنتظر باسل لحتى نشربها سوا. وهلأ بدي أقعد إن شاء الله أقرأ قرآن لبين ما يأذن العشاء. حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
وهي رجعنا يا جماعة من صلاة التراويح، ويا ما شاء الله على الطاولة اللي موجودة ومجهزة. تعالوا شوفوا، تعالوا شوفوا مشان الله، تعالوا شوفوا الأجواء. طبعا يعني من وصلت أسيل نقلت نص الفواكه وباسل، وأنا قاعدة عم بستنى صار لي ساعة. أهم شيء الطبق الأساسي، شوفوا على الرز بحليب يا جماعة، طعم خيال. كنت عم صور لكم ستوري لسناب شات، فروحوا كلكم تابعوني هني. هلا بدي انزل لكم صورة القهوة. يعني بلش الصيف وبلشت حلميات الصيف. قلت من شوي كنت عم قول لهم انه صار لي زمان كثير ما عملت رز بحليب، فهلا حسيت لازم ارجع كل فترة اعمله لانه كثير كثير طيب. حبيبي على فنجان قهوة ولا خابية؟ فنجان قهوة. هاي عصير الخابية، بتعرفي شو يعني خابية؟ الخابية هي كانوا يستخدموها من زمان ويشربوا فيها مي. هي جرة فخار، بيحطوها ويسكروها بصحن ستان ستيل، وبيحطوا فوقها كاسة كمان ستانلس، تمام؟ فمين ما بده يشرب بيرفع الصحن بشكل كاسة، بيشرب وبيرجع بيسكرها. هي شو اسمه؟ ايوه، هي الفخارة اسمها الخابية. وكلهم بيشربوا نفس الصحن. هيك عندنا بمنطقتنا كان اسمها بسوريا اسمها الخابية، مو بنفس الصحن، كلهم بيشربوا بنفس الكاسة. اي قصدي. فهي هي الخابية كانت. ما بعرف الصراحة. فصل القضية بلمح البصر من السلك ووضح من السلك.